العلاج البيولوجي بيقضي على المرض. العلاج البيولوجي اللي هي واحدة قريبتي خدته وخفت خلاص وبطلت الأدوية. العلاج البيولوجي ده علاج مضر جدا وممكن يموت. العلاج البيولوجي هو الكيماوي. كل الكلام اللي انتوا سمعتوه ده غلط. العلاج البيولوجي الحقائق هقولها لكم في الفيديو ده. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. يعني ايه علاج بيولوجي؟ يعني علاج يستخدم لعلاج الامراض الروماتيزميه تم تحضيره بطريقه حيويه او بطريقه بيولوجيه. يبقى بالتالي في بروتين طلعناه من الجسم وكونا ضده اجسام مضاده حطيناها في حقن وبنديها للمريض علشان البروتين ده يمسك في حاجه جوه الجسم فيمنع تهيج جهاز المناعه وبالتالي المرض يهدى. العلاج البيولوجي ده اجيال، يعني مش نوع واحد. في مضادات التي ان اف ودول 5 انواع، منهم 4 موجودين في السوق المصري. في مضادات انترلوكين 17 ودول نوعين موجودين في مصر. في مضادات الخلايا بي ودول 2 منهم نوع موجود في مصر. في مضادات الخلايا تي ودول مش موجودين في مصر حاليا بس موجودين في بلاد حوالينا. في مضادات انترلوكين 1 وده مش موجود في مصر. في مضادات انترلوكين 6 وده موجود في مصر وكان بيستخدم في علاج الكورونا. وفي حاجه اسمها بايوسيميلرز، يعني اشكال قريبه جدا وادويه بنفس الماده الفعاله تقريبا اللي موجوده في الدواء الاساسي وارخصه بنص الثمن. وفي علاج موجه اللي انا ما بحبش احطه كعلاج بيولوجي بس في دكاتره كتير قوي حاطينه معاه، اللي هو بقى في منه 4 اصناف موجوده مصريه مع الصنف الاساسي وفي صنفين مستوردين. كل العيله دي بتعالج ايه؟ كل دواء من دول متوافق عليه في حاجات معينه. يعني في ادويه متوافق عليها في الروماتويد بس، في ادويه متوافق عليها في الروماتويد والروماتويد الصدفي بس، في ادويه متوافق عليها في التيبس الفقاري بس، في ادويه متوافق عليها في الالتهاب القزحي بتاع العين بس، في ادويه بتتاخد في الذئبه الحمراء بس، في ادويه بتتاخد في التيبس الجلدي المناعي بس، في ادويه بتتاخد في التهاب الاوعيه الدمويه المناعي. وبالتالي مش كل العلاج البيولوجي بيتاخد لكل الامراض. دي تاني حقيقه. تالت حاجه، العلاج البيولوجي ملوش دعوه خالص بالعلاج الكيماوي بس بيستخدم في علاج الاورام يا دكتور. وايه يعني؟ ما هو العلاج الاورام ساعات بيستخدم فيه كيماوي واشعاعي واحيانا علاج هرموني، والرابع بتاعهم العلاج البيولوجي لانه بيشتغل على مواد معينه وبروتينات معينه ممكن تكون مسببه نشاط المناعه والسرطان، وبالتالي مش خالص كيماوي ولا له اضرار الكيماوي. الحاجه الرابعه، القاسم المشترك الاعظم. لازم قبل ما ناخد اي علاج بيولوجي نعمل 3 تحاليل: تحليل الضرن الكامل، تحليل فيروس سي وفيروس بي، وبضيف دي دايما ليهم انا الكوليسترول بسبب العلاج الموجه اللي موجود. دول لازم يتعملوا قبل اي علاج بيولوجي. طب ليه؟ لان دول شائعين جدا في بلادنا وممكن اذا كانوا كامنين في الجسم ينشطوا بسبب العلاج البيولوجي. هل ده بيحصل مع كل المرضى؟ ما بيحصلش غير في نسبة ضعيفة جدا من المرضى، بس ده البروتوكول المتبع. طب على اي اساس بتختاروا العلاج البيولوجي؟ طبعا على اساس علمي. قواعد التشخيص وقواعد العلاج بتقول ان احنا هنستخدم العلاج ده في المرض ده. 2، العامل الاقتصادي طبعا. احنا بنستخدم الادوية الفعالة بس تكون ارخص الاول. 3، بنستخدمه كمان على حسب الحالة العامة بتاعة المريض. يعني في ادوية ما ينفعش ياخدها مريض قلب، في ادوية ما ينفعش ياخدها المريض اللي عنده مشكلة في عضلة القلب، في ادوية ما ينفعش ياخدها المريض اللي عنده مشاكل في العظام، في ادوية ممكن تفيد اكتر من عضو. يعني لو المريض عنده قولون في مشاكل وعنده في نفس الوقت مفاصل يبقى هنختار دواء يشتغل على الاثنين. واحد عنده مشكلة في الجلد ومشكلة في العين ومشكلة في المفاصل هنختار دواء يشتغل على الثلاثة، وهكذا. العلاج البيولوجي يا جماعة ما بيقضيش على المرض. العلاج البيولوجي علاج للسيطرة، لا يلجأ ليه الدكتور المعالج إلا في حالة فشل العلاج التقليدي، قاعدة. والعلاج البيولوجي بنقلل الجرعة بتاعته بناء على التحسن. يعني لو حقنة بتاخد كل اسبوع ناخدها كل 10 ايام وهكذا لغاية ما نوصل لأقل جرعة مسيطرة على المرض. الخلاصة، العلاج البيولوجي مش نوع واحد، انواع كتيرة جدا. العلاج البيولوجي بيستخدم في علاج اكتر من مرض. اللي عنده القدرة على استخدام العلاج البيولوجي بالطريقة المظبوطة هو دكتور الروماتيزم، وهو اللي بيحدد بناء على تشخيص المرض والمريض كمان البروفايل بتاعه ايه او الاعضاء المصابة ايه. العلاج البيولوجي مش كيماوي، والعلاج البيولوجي ما بيقضيش على المرض. ودمتم سالمين.